بطل القارة والمتوج بالكونفدرالية في أراضي السعودية بتوقيت موسم الرياض. في ليلة لن تنسى ستتجدد الإثارة والمتعة عندما يلتقي قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك في مباراة كأس السوبر المنتظرة. اللقاء ده مش مجرد ماتش عابر، ده فصل جديد في تاريخ مليان بالتنافس واللحظات الحاسمة. في شهر 5 اللي فات صرح طال عمره عبر حسابه الرسمي غير صحيح إشاعة تقدمنا بطلب الحصول على السوبر الإفريقي ولا نية لنا لذلك، لحد بعد ماتش الأهلي وبيراميدز يصدر تصريح يوم الجمعة من الاتحاد الإفريقي يعلن عن إقامة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، المقرر إقامته يوم الجمعة 27 سبتمبر القادم، ويذاع على قنوات بين سبورتس ولأول مرة على MBC مصر. يعني مش كفاية انها تستضيف المباراة، لا دي حصلت على حقوق الملكية للبث. وفي اخبار حالية من داخل الزمالك ان في دراسة لموقف النادي لرغبته في الاعتراض على اقامة بطولة في اراضي السعودية. هل ده معناه ان انسحاب الزمالك هيكون الحل في النهاية؟ بطولة كأس السوبر الافريقي بيكون ماتش واحد، وده بعد انتهاء بطولتي دوري ابطال افريقيا وكأس الكونفدرالية، وعشان تجمع البطولة بين بطل دوري الابطال وبطل الكونفدرالية وتحدد هوية بطل القارة بشكل عام. وتأهل الأهلي لنهائي كأس السوبر الإفريقي بعد انتزاعه لقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي في نهائي البطولة بنتيجة 1-0. وتأهل الزمالك لنهائي كأس السوبر الإفريقي بعد التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقي بفوزه على نهضة البركان في نهائي البطولة بنتيجة 2-2 بأفضلية احتساب الهدف بهدفين خارج الأرض. ليتجدد التاريخ مرة أخرى ويضرب قطبي الكرة المصرية موعدا في نهائي كأس السوبر الإفريقي للمرة الثانية بعد نسخة 1994، واللي حسمها الفارس الأبيض بهدف نظيف. لعب الأهلي ضد الزمالك 10 مرات في منافسات أفريقية، فاز الأهلي فيهم 6 مرات وتعادل 3، وسجل الأهلي 17 هدف في مرمى الزمالك فيما استقبلت الشباك الحمراء 10 أهداف. توج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه على حساب الزمالك، والجملة الشهيرة القاضية ممكن هو 19 هو أفشى، وبذلك يقف التاريخ محايدا بين الكبيرين في المباريات النهائية. وبيسعى نادي الزمالك لتحقيق اللقب الأفريقي يمكن علشان ينسى بيه سيناريو الهزيمة من الأهلي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020 بكابوس القاضية ممكن. أما الأهلي فأكيد عايز يزود دولاب بطولاته، ويمكن نشوف القاضية ممكن مرة ثالثة، علشان المرة الثانية كانت من نصيب بيراميدز، الهدف اللي كان بمثابة رسالة واضحة إن الأهلي هو الزعيم واليد العليا هي الحمراء. قطار بيراميدز الذي لا يكف عن الانتصارات وجد نفسه أمام جبروت الأهلي الذي لا يرحم. اللقاء ده ليه نكهة خاصة، كل لحظة وكل تمريرة وكل هدف يحمل في طياته قصص من الصراع والكفاح. الجماهير بتستنى اليوم ده بفارغ الصبر، بتتزين المدرجات بألوان الفريقين وتشعل الحماس بأغاني التشجيع والهتافات. سواء كنت من أنصار الأهلي أو من محب الزمالك، الليلة دي بتكون جرعة كبيرة من الإثارة والتشويق. مباراة تبقى في الذاكرة طويلا، فمن سيسطر التاريخ هذه المرة؟ تابعونا علشان تكون جزء من هذه الليلة الأسطورية.